ملفات غامضة. ماذا كان يفعل شبح ابنها المتوفي؟ هل تخيلت يوما أن يكون هناك من يحرسك ويحميك في غياب عائلتك؟ هل شعرت يوما بأن لك ملاكا خاصا يحميك ويطمئنك بأنه بجوارك دوما فلا تخف، ليقول لك لا تخف يا صغيري، أنا هنا دوما بجوارك؟ هذه قصة حقيقية حدثت في شمال لبنان. تحكي لنا صاحبة القصة: عندما تزوجت من سنين أكرمني الله ورزقني بابني الكبير، ولقد عشقت شعور الأمومة كثيرا، فلقد غير لي ابني اسمي وأصبح أم فلان. جميل هذا الإحساس والشعور، صدقوني جدا. كبر ابني أمامي وكنت أعيش أجمل أيام حياته معه، ومع ضحكاته وحتى صرخاته وإزعاجه. صار عمره 3 سنوات. وقتها أكرمني الله وأصبحت حاملا للمرة الثانية. كنت سعيدة جدا وفرحانة، لأن ابني سيصبح له أخت أو أخ، لا أعرف، ولكنه سيفرح كثيرا وسيلعب مع أخيه أو أخته كثيرا، وسيقضيان الأوقات السعيدة معا. ولكن مع الأسف الشديد حدث ما حدث، وما كملت فرحتي وتوفى الطفل في رحمي بدون سبب. وقتها حزنت كثيرا على فقدانه، لن أنكر. كنت أكره نظرات الناس وهي تواسيني وتقول: ربي يعوض عليك. كانت نظراتهم تحرقني وتقتلني كل يوم من الداخل. ومرت 2 بعدها، وصار عمر ابني 5 سنوات. وفي هذا الوقت أكرمني الله ورزقني بطفل آخر. كان جميل، ولكنه أسمر اللون وليس كأخيه الكبير، ولقد أحببته كثيرا. وفي أحد الأيام كنت نائمة ورأيت في منامي أن هناك شابا جالسا بجواري، كان يتحدث معي ولكنني لا أسمع ما يقول. كان يشبه ابني الكبير بشدة، ولكنه أسمر كابني الصغير. كان يتكلم ويتكلم وأنا لا أسمع ما يقول إطلاقا، ولكنني سمعت آخر كلمة. لقد قال لي: يا أمي. نعم، ناداني بأمي. وهنا استفقت من النوم مرة واحدة وأخذت أبكي. سألني زوجي: ماذا حدث؟ فلماذا تبكين؟ أخبرته بأنني رأيت ابني المتوفي بالمنام وكنت أريد أن أتحدث معه وأضمه. قال لي: من أجلك أمي، وبسببك أنت كنت سأضمه إلى صدري وأشم رائحته، ولكنك أيقظتني، لماذا؟ وأخذت أبكي بهستيريا. قال زوجي بتعجب: استهدي بالله أرجوك، وطفلنا إن شاء الله بالجنة عند الله رب العالمين، فلا تحزني. ولكنني كنت حزينة جدا وأبكي بقهر لمدة أسبوع، وأنام باستمرار وأرفض السهر على أمل أن أراه مرة أخرى، لكن للأسف الشديد لم أراه. في تلك الفترة انتقلنا لمنزلنا القديم، وكانت أمور غريبة تحدث بالمنزل. كنت أسمع أصواتا غريبة وأصوات الرياح عالية جدا، وأصوات أقدام بالمنزل، وأرى أشخاصا غريبون ينظرون لي وأنا نائمة. كنت أخاف بالجلوس بالمنزل لوحدي، لن أنكر، فهناك أشياء غريبة. في هذا اليوم كان زوجي بالخارج وأطفالي كانوا عند جدتهم. كنت بمفردي بالبيت وكنت خائفة جدا. فتحت التلفزيون على محطة قرآن كريم وغلبني النعاس ونمت. وهنا رأيت ابني بمنامي من جديد. أخذته في حضني وقبلته وقلت له: أنا وأبيك نحبك كثيرا. كان ابني سعيدا جدا وأخبرني قائلا: وأنا كمان أحبكم كثيرا يا أمي، وأنا جيت لعندك لأني عارف إنك خايفة تجلسي لوحدك. ما تخافي يا أمي، سوف أبقى معك حتى يأتي أبي، ولكن لا تخبري أبي رجاء بالأمر حتى أزورك من جديد. قلت له: حاضر يا حبيبي، لن أخبر أبيك. وهنا قال لي: هيا أمي، سأرحل فلقد حضر أبي. وبعدها شعرت بزوجي وهو يوقظني، وقمت بفزع وأنا أنظر إليه لا أصدق ما حدث. ومن وقتها وعند رحيله وغيابه عن المنزل هو وأطفالي، وأكون وحدي بمفردي، وفي أي وقت أكون نائمة أرى ابني المتوفي ويزورني ويجلس معي، ونتحدث ويؤنس وحدتي حتى لا أخاف وحيدة، فهو يحرسني ويحميني حتى يعود للمنزل، فيرحل هو في أمان وأستيقظ أنا من النوم.
فهل كان هذا من وحي خيال الأم الحزينة على فقدان طفلها، أم أنه كان موجودا بالفعل ليؤنس وحدتها ويحميها في غياب الجميع؟ أخبرونا ماذا تعتقدون في التعليقات أسفل الفيديو.